السلام عليكم مشاهدينا الكرام. كاينين قصص كدور في الزناقي ديالنا يوميا وكنعتبروها مجرد اخبار عاديه كيف العاده، ولكن اخواني احيانا الواقع كيكون ابشع من اي خيال. اخواني اليوم غادي نحلوا ملف ديال قضيه هزت طنجه، ماشي غير قضيه ديال حادثه عاديه كيف ما كنشوفوا دائما، ولكن سيناريو ديال فيلم. اخواني اخواتي، فعلا فيلم وقع في حي اسبانيول. معطيات صادمه ومستجدات كشفتها تحقيقات العائله، ومكالمه هاتفيه اخيره بقات محفوره في الذاكره ديال الخطيبه ديال الضحيه. كيفاش شاب كان معروف بالطيبه ديالو يلقى الحتف ديالو على يد صديقه الوافي. هذا الشيء هو اللي كان صادم، فتابعوا معايا التفاصيل اللي غادي تصدمكم اخواني كيف ما صدماتني انا شخصيا. نرجعوا للصباح ديال السبت. انوار الشاب اللي كان كيعيش الحياه ديالو بطريقه عاديه، خرج باش يقضي غرض ديالو بسيطه. كان هاز معاه الكلب ديالو من فصيله البيتبول اللي رباه بيديه وكبر في التربيه ديالو. يعني اخواني ما تقولوش ليا بانه ما كبرش معاه، ما كانش كيعرفو مزيان، واقيلا جايبو هو كبير. لا اخواني، هذا هو المعطى المهم. السيد رباه وكبروا على يده. وسط الطريق كان كيتواصل مع الخطيبه ديالو عبر الهاتف، كلام عادي ديال جوج ديال الناس كيخططوا للمستقبل ديالهم. وفجاه نبره الصوت ديال انوار تبدلات، قال ليها حاس براسي ماشي هو هذاك، جاتني شي دوخه ماشي عاديه. هنا الغموض كيولي حقائق. انوار كان كيعاني من نوبات ديال الصرع، وهذه كانت هي النوبة الثالثة اللي كتحاصروا. إخواني، طاح أنور على الأرض في الزنقة بطريقة هستيرية، بدا كيتركل والراس ديالو تضرب في شي صخرة كانت حداه، والدم بدا كيسيل. وهنا هي المصيبة الكبيرة. الخطيبة في الطرف الآخر من التليفون ما سمعاتش صيغتها، ما سمعاتش طلب ديال المساعدة، سمعت شي حاجة أخطر، سمعت الأنفاس الثقيلة ديالو، ومن بعد انقطع الكلام ديالو وحل محله صوت ديال النش ديال العظام. تخيلوا معايا إخواني هاد اللحظة، كتسمع الموت ديال أقرب الناس ليك على المباشر وهي بعيدة عليه. يعني إخواني واحد الحالة واحد الموقف ما تبغيش لعدوك. إخواني كمحلل في هاد القضية، السؤال اللي كيطرح نفسه، كيفاش كلب وفي تحول لوحش؟ الخبراء والتحقيقات الأولية والخبرات كتشير لواحد النقطة حاسمة: رائحة الدم. ملي طاح أنوار، الغريزة الحيوانية ديال الكلب طغات على أي رابط عاطفي كان بينه وبين المعلم ديالو. الكلب ملي شاف مولاه فاقد الوعي وكيسيل منه الدم، اعتبروا على أنه جثة قدامه، ممكن أنه ياكلها، ممكن لا قدر الله ممكن يتلاعب بها. ما بقاش كيشوفوا مولاه ولا كيشوفوا طريق. الهجوم كان عنيف على الوجه والعنق بلا رحمه، وهنا فين كانت الصدمه انه توجه العنق على انه باغي يصفيها الفريسه ديالو. الام المسكينه ملي وصلها الخبر وجات كتجري، لقات ولدها غارق في الدم ديالو، حاولت تنقذه ولكن الجروح كانت بالغه بزاف. انور فارق الحياه بين يديها في مشهد كيقطع القلب. اخواني ما تبغي حتى شي واحد. هاد الفاجعه ماشي غير قضاء وقدر، هي ناقوس خطر كيدق في كل دار مغربيه كتربي هاد الفصائل الممنوعه. اخواني، واش عارفين باللي القانون رقم 56 12 اللي كيعود ل 2018 كيمنع كليا تملك او بيع او تربيه هاد الكلاب؟ النيابه العامه عطات تعليمات صارمه بالحجز على هاد القنابل الموقوته. ولكن السؤال الكبير، علاش باقيين كنشوفوهم كيدوروا في الزناقي؟ واش القانون غير حبر على ورق؟ تراخي السلطات في تطبيق المراقبه على الدفاتر الصحيه والتصاريح خلى حي اسبانيول اليوم يبكي على واحد الولد بسبب الغياب ديال الوعي وديال الصرامه. انوار اليوم تحت التراب، والام ديالو والخطيبه ديالو كيعيشوا صدمه كبيره. هذا السبت الاسود خاص يكون درس للجميع. الحيوان كيبقى حيوان والغريزه ديالو ما عندهاش عهد. كنتمنى هذا الحادث ما تمرش مرور الكرام ويدخلوا السلطات ويتخص القانون يخرج من رفوف باش ما يبقاش في بيوتنا مسرح للرعب من هذه الكلاب. اخواني والسلام عليكم وشكرا على المتابعه.